السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في حلقة جديدة ونهائية بإذن الله تعالى. قبل البداية والنهاية لا ننسى دوما الدعاء لإخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب يرحم جميع أمواتهم وينصرهم على من يعاديهم يا رب العالمين. والدعاء برضه موصول للاعب الخلوق المحترم أحمد رفعت الذي توفاه الله، ربنا يا رب يسكنه في فصيح جناته. طيب ندخل على طول، وفي أول حاجة أحب أقولك جمال اللقطة اللي عملتها جماهير الزمالك. جمال لقطة جماهير الزمالك، اللي حصل في لقطة جماهير الزمالك في المباراة امبارح عملت لفتة كده مكتوب عليها رفعت، ودي حاجة محترمة جدا وحاجة كبيرة جدا من جماهير نادي الزمالك، وانا كأهلاوي صميم بشكركم جدا على حاجة زي دي. ودي حاجة ما فيهاش اهلي وزمالك، دي حاجة انسانية. بشكركم جدا على اللافتة اللي انتوا رفعتوها في مباراة الزمالك. ندخل بقى في موضوع مهم جدا. انا طبعا مش عايز اتكلم خالص في موضوع احمد رفعت خالص، لان طبعا الكلام فيه بيأذي المتوفي، فانا ما بحبش ان انا اتكلم في حاجة زي كده. وطبعا اول ما يبقى في حاجة مهمة جدا هطلع اقولها لكم، لكن مش هنتكلم عن موضوع على الفاضي وعلى المليان. ندخل في موضوع تاني، وموضوع رحيل لاعب كواليتي عالي من النادي الاهلي. رحيل كريستو من النادي الاهلي على سبيل الاعارة لمدة موسم. وانا فرحان ان هي اعارة بصراحة، ان احنا صعب جدا ان احنا نتخلى عن لاعب بقدرات وامكانيات كريستو رسميا الى رجاء الرياضي لمدة موسم مقابل 200,000 دولار. يعني هو خلاص كده ماشي من النادي الاهلي موسم على سبيل الاعارة. ده كده خلاص رسمي، يعني الكلام ده يومين كده وتسمعه رسميا. طيب موضوع تاني بقى، وموضوع نفس الحوار، ورضا سليم برضو رجاء الرياضي المغربي قال عايزين رضا سليم، واكيد طبعا المبلغ هيبقى اكبر من كريستو، لان رضا سليم لعيب كبير ولعيب اعلى من كريستو. برضو النادي عايزه، لكن النادي الاهلي في انقسام ما بين ان مارسيل كولر العادي ممكن نطلع رضا سليم، وما بين اداره النادي الاهلي بتقول ان ده لاعب كواليتي عالي وهيبقى مشكله ان هو يطلع من النادي الاهلي، او صعب ان هو يخرج من النادي الاهلي. لكن لسه برضه هنعرف ايه اللي هيحصل في قصه رضا سليم. صدق او لا تصدق، النادي الاهلي صرف نظر عن يحيى عطية الله. يعني ايه؟ هل ده معناه ان مفيش خلاص باك في النادي الاهلي؟ لا طبعا، النادي الاهلي كان مخلص مع اللاعب ومتفق معاه على كل حاجة بس ما تتفاوضش مع النادي بتاعه، ودلوقتي بيرجع عن التفاوضات، وهو حاليا خلاص صرف نظر عن صفقة يحيى عطية الله. لماذا؟ لان في لاعبين دخلوا في الصورة، ولجنة السكاوتينج عرضتهم على الإدارة وقالوا ان هما الاتنين، واحد منهم تحت السن، لاعب تحت السن، ولاعب برضه سنه صغير، وهم دول بيقولوا ان هم افضل من يحيى عطية الله، وهيدوا اكتر من يحيى عطية الله في الملعب. لكن دولت لسه هيتعرضوا على مارسيل كولر، ولسه هنشوف برضه ايه اللي هيحصل فيما بعد. لكن اللي احب اقوله لك ان النادي الاهلي صرف نظر عن الصفقه اللي احنا قلنا خلاص هتيجي مكان علي معلول، او هيجي ويساند مع علي معلول في المركز ده، لكن الاهلي قال لا، مش عايزين يحيى عطية الله. بين رمضان انا داخل لكم في صفقات سخنه اهو، فانا عايزكم برضه تحطوا اللايك على طول من غير كلام. اللايك بتاعكم بيدعمني عشان استمر ان انا اطلع لكم كل يوم. النادي الاهلي كان برضو اتفق مع بن رمضان على كل حاجة، وكان الحوار كله مع النادي بتاعه. النادي الاهلي كلم النادي بتاع بن رمضان. النادي بتاع بن رمضان كان طالب 4 مليون دولار، وصلوا بالمفاوضات لحد دلوقتي ب3 مليون دولار. لكن النادي الاهلي بيحتج على رقم، او بيعترض على رقم، بيقول ان رقم كبير جدا بالنسبة لبن رمضان. فالنادي الاهلي
مش عاجبه الرقم، ولسه برضه هنشوف ايه اللي هيحصل في الموضوع ده. لكن حبيت ان انا اوصل لكم ايه اخر تفاصيل بين رمضان. وده طبعا كان خبر الاستاذ خالد الاتيبي هو اللي صرح عن الخبر ده. طيب موضوع تاني واهم موضوع معانا النهارده، وهو جلسة محمد بركات مع ميكالي. اللي سمعناه في الاعلام ان سيف زاهر قال لسه هنشوف ابراهيم عادل هيطلع من معسكر المنتخب ولا لا، وهنشوف يوم الخميس الله يحصل. يعني ده معناته ايه؟ ده معناته ان في امكانيه ان ابراهيم عادل يطلع من المنتخب المصري عشان يلعب ماتش بيراميدز والنادي الاهلي، ودي تبقى كارثه كرويه وفنيه. ازاي؟ ان طبعا اتحاد قال مفيش اي كلام من ده ومفيش اي لاعب هيطلع من المعسكر. اللي حصل واللي تم في الجلسه ما بين بركات وميكالي ان بركات قال لميكالي حد قالك او حد بلغك ان حد هيخرج من المنتخب، او ان بالذات ابراهيم عادل ومحمود صابر هيخرجوا من المعسكر؟ ولو الكلام ده حصل واي لاعب هيخرج من المعسكر مش هيرجع للمعسكر تاني. اللاعب اللي هيخرج من معسكر المنتخب مش هيرجع المعسكر تاني. وده كان كلام محمد بركات بالنص. وده طبعا اللي صرح عنه الاستاذ خالد الاتيبي الصحفي الكبير، وكلامه اكيد ثقة. وقال ايه بقى؟ وقال اللاعب ده اللي هيخرج مش هيرجع تاني، ولو حصل ورجع او لو حصل وخرج انا هقدم استقالتي. يعني محمد بركات هيستقيل بسبب ان لاعب خرج من المعسكر، واكيد دي هتبقى كارثه كبيره جدا ان حد بحجم محمد بركات يخرج بسبب لاعب. ومين لاعب؟ مش اللي هو قوي يعني ابراهيم عادل و ايا كان. لكن هو ده كان اخبار وكانت جلسه ميكالي ومحمد بركات. ندخل على حاجة تانية واخر حاجة معانا النهاردة، وهي طبعا تشكيل وقائمة النادي الاهلي امام طلائع الجيش النهاردة. طيب القائمة بتضم شوبير والزنفولي ومخلوف وياسر ابراهيم وكريم فؤاد وعبد المنعم وهاني وخالد عبد الفتاح وعمر كمال واكرم والشحات وامام والسولية وندفيد وقفشه وعبد القادر وديانج، ومعاهم مروان ورضا سليم وطاهر ووسام ابو علي. دي القائمه. طبعا بيخرج من القائمه الشناوي اللي اتفق مع مارسيل كولر، او مارسيل كولر اتفق معاه قال له كل ماتشين كده ولا حاجه هنريحك علشان الاصابه بتاعت الشناوي صعبه، فمش عايزين نضغط عليه عشان ما يحصلوش اي خلل في الاصابه. كهربا برضه لسه ما رجعش لمستواه، ان هو كان اتدرب تمرين واحد بس اللي هو كان يوم الاحد اللي هو امبارح، فمش هينفع ان هو يحضر المباراة، عشان كده برضه خارج القائمة. ورامي ربيعة في الاغلب براحة. طيب التشكيل متوقع من وجهة نظري، التشكيل هيبقى شوبير في حراسة المرمى، ياسر وعبد المنعم في قلبين الدفاع، محمد هاني على الجنب اليمين وعمر كمال على الجنب الشمال، اكرم وامام وسولية في الوسط، والشحات على الجنب اليمين وعبد القادر على الجنب الشمال، وفي الهجوم طبعا مفيش غيره وسام ابو علي. طيب اتمنى من الله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه ناريه بعد المباراه مباشره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.